بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بغيت نحكي لكم واحد القصة ديال واحد الشاب اللي مشى وتقدم لواحد الوظيفة، وقبلوا له الأوراق الأولين ودوز الامتحانات والسطاجات ديالو، ولكن في التالي ترفض. هذاك الشاب ترفض، ما قبلوش. وشنو السبب؟ لأنه ما قبلوش هو سبب غريب جدا، وهو أن الأخ ديالو ملتزم، يعني داير اللحية ورجل صالح. داك الأخ ديالو قال لي اسمح لينا ما نقدروش نقبلوك. واللي حز في خاطري بزاف ان داك الشاب جا عند الام ديالو وهو مسكين حزين لانه ما خدمش وما تقبلش في الوظيفه، ولكن ما يحز في نفسي ولا في قلبي هو داك الكلام اللي قال داك الشاب. هو اللي قال لها امي راه خويا خرج علينا، وما كيعلمش هذاك الشاب مسكين لانه غافل ولانه ما تقبلش في العمل، كيظن ان خوه اللي هو رجل صالح، ونعتقد ذلك والعلم عند الله، وانه شاب ملتزم، بانه هو السبب ديالو انه ما خدمش وبانه خرج عليه. ولو كنا كنعرفوا الحقيقه اللي كيعرفوا بزاف ديال الناس المؤمنين الصادقين اللي كيكونوا صالحين، ان ذاك الرجل الصالح خير له من 1000 رجل فاسد. رجل واحد صالح خير له من 1000 رجل فاسد، لان هذاك الرجل الصالح على الاقل ما كينساش الاهل ديالو، ما كينساش الاحباب ديالو، كيصل الرحم ديالو، كيبر بوالديه، ما كيعقش والديه، واللي كيكون عندهم تيتقاسموا، اللي كيكون عنده كيتقاسموا معاهم. انا عارف راسي ما غاديش نخدم بهذه اللحيه هذه، انا عارف راسي اي بلاصه مشيت دفعت ليها ما غاديش نتقبل. علاش؟ السبب هو اللحيه. ويمكن واحد الفتره قصيره من قبل كنا شاهدنا واحد الفيلم ديال واحد الشباب مثلوا فيه انهم ملي كانوا مرتاحين ما كانش عندهم الفلوس وما كانوش خدامين، ولكن من حيدوا اللحيه وحلقوا اللحيه وبعدوا على الدين بانهم ولاو لاباس عليهم وتفتحات لهم الدنيا امام اعينهم. هذا هو الغلط، وهذا هو الشيء اللي تيبغيو يوصلوا لنا. وفعلا هذا الشيء هو اللي ولا حاليا، انك بعد على الدين باش لا بغيتي الدنيا، ولا بغيتي نفتحوا لك ابواب الدنيا. وحتى الوالدين ديال الناس اللي ملتزمين او اللي راخيين اللحيه ديالهم واللي كيتشبتوا بطريق الله عز وجل، دوك الشباب كيعانيو مع والديهم، لان والديهم تيبقاو يقولوا خاصك تحيد اللحيه لان الايمان في القلب، ولا بغيتي تصلي الصلاه راك كتصليها، ولكن راه ما كيعرفوش ان راه النفاق راه تيكون في القلب، والكره كاين في القلب، والشرك كاين في القلب. لان سبحان الله اين محل النيه؟ هي في القلب. المشكل ان اخواني احنا عارفين راسنا ما غاديش نخدم، ما غاديش يقبلونا اصلا، تنظر في وجوه ديالنا ما غاديش يشوفونا. علاش؟ لانه ما كيعتمدوش على الكفاءات، ما كيشوفوش الكفاءه ديالك واش انت قادر ولا ما قادرش على ديك الخدمه اللي غادي دير. صافي انت داير اللحيه اذا انت مطرود، ولكن النهار اللي تحيد اللحيه وتجي مرحبا بك وغادي نقابلوا بك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.